البنت الصغيرة استخدمت قدرتها على الرؤية بالأشعة السينية علشان تساعد أبوها يفتح صندوق الألغاز. على طول شافت إن جواها عربية متبهدلة، بس المزايدين التانيين بدأوا بأسعار عالية. ولما أبوها كان هيدخل يزايد، البنت وقفته وقالت له إن جوه الصندوق عربية مضروبة. ابن العيلة الغنية قعد يضحك على البنت وقال إنها مش عارفة تميز الحاجات القيمة، وأكد إن اللي جوه عربية رياضية إصدار محدود تساوي ملايين الدولارات. البنت ما اهتمتش بكلامه، وهو فعلا كسب المزاد على العربية ب1,000,000 دولار. لكن المذيع قال إنهم لازم يستنوا لحد ما كل الصناديق تتباع، وبعدها يفتحوها ويكشفوا اللي جوه. المذيع بعد كده جاب صندوقين ألغاز تانيين. البنت استخدمت تاني قدرتها على الرؤية، وشافت إن الصندوق السليم بيطلع دخان أسود، بينما الصندوق المحروق منور بضوء ذهبي. على طول قالت لأبوها يزايد على الصندوق المحروق. تصرفها اتسخر منه ابن العيلة الغنية والباقيين، علشان الصندوق باين إنه متحرك، وحتى لو كان فيه كنوز أكيد اتحولت لرماد. لكن الأب كان واثق في بنته 100%، ودخل فوراً يزايد على الصندوق المحروق. وفي نفس الوقت اللي ابن العيلة الغنية كان بيزايد على الصندوق التاني، البنت كمان دخلت المزاد. ولما ابن العيلة الغنية دفع ضعف السعر في الصندوق التاني، فهم إن البنت بتضحك عليه عمداً. وبعد كده الاتنين فتحوا صناديقهم. صندوق البنت ما كانش فيه غير بواقي محروقة، أما الصندوق التاني فكان فيه مجموعة بورسلين أزرق وأبيض. ابن العيلة الغنية قعد يفتخر باللي لقاه، لكن البنت وسط الرماد لقت صندوق خشب متحافظ عليه كويس. فتحته وطلعت منه لوحات لا تقدر بثمن. في الناحية التانية التحف اللي في الصندوق التاني طلعت تقليد حديث. ابن العيلة الغنية ما كانش مصدق في لحظة، بس رفض يعترف بالهزيمة علشان لسه عنده صندوق ألغاز واحد يفتحه. لكن أول ما شال القماشة السوداء ما لقاش غير عربية مضروبة ملهاش أي لازمة.